في يوم اتفتح متحف في الأقصر بعد ما كان مقفول أكتر من 20 سنة. محدش فاهم ليه اتقفل أصلا. أول يوم شغل الحارس سمع صوت خطوات جاية من قاعة المومياوات. مع إن مفيش حد غيره، النور بدأ يقطع ويرجع لوحده، وكل مرة النور بيرجع بيشوف ظل بيتحرك جوه القاعة. راح يشوف، لقى تابوت مفتوح وغطا المومياء واقع على الأرض. مد إيده يشيل الغطا، بس حس بإيد تانية بتلمسه من جوه التابوت. جري ناحية الباب، بس الباب اتقفل فجأة بصوت عالي كأن حد بيمنعه يخرج. سمع همس بلغة غريبة، صوت أنثوي بيقوله اسمه بالعربي كأنه حد عارفه من زمان. لف يشوف مصدر الصوت، لقى تمثال فرعوني عينيه بتتحرك وبتركز عليه. كل حاجة حواليه بدأت تهتز، التماثيل بتتشقلب والزيت اللي في المصابيح بيولع لوحده. حاول يصرخ بس صوته مطلعش، كأنه الهوا نفسه رفض يخرج. آخر حاجة شافها كانت المومياء واقفة عند الباب وبتبتسم ابتسامة باردة. الصبح لقوه نايم على الأرض قدام التابوت، بس لما صحى قال إنه سمعها بتنده عليه كل ليلة من جوه المتحف.